أهلا وسهلا بكم. النقاش بتاع النهاردة أو الكلام بتاع النهاردة حوالين سؤال ممكن يكون جه في دماغ حد من حضراتكم: هل زادت نسب الإصابة أو الأعراض الجانبية بعد العمليات؟ هل زادت نسب الإصابة مثلا بحاجات زي الذبابة الطائرة؟ فعايز أقول لحضراتكم إن أنا من بداية مثلا التخرج والشغل، سواء في الجانب الخاص أو في الجانب الحكومي. أنا مثلا كنت نايب ماسك مركز ليزك بمتابعاته بدكاترة كتير. أنا عمري ما شفت واحد داخل يقول لي أنا عندي هالات ضوئية، أنا عندي زغللة، أنا عندي فرق بين العينين. ومريض الذبابة ده كنت بتقول له تجاهلها خلاص ما بيجيلكش تاني. كناش بنسمع الضوضاء والشكوى دي. طب المشكلة دي جت منين؟ المفروض ان احنا التكنولوجيا بتاعت العمليات مثلا تطورت. ايوه هقول لك فعلا ده حصل. بس عندك ثلاث حاجات اساسيه. رقم واحد: زمان ما كانش فيه واحد راح يعمل عمليه عنده اكسبكتيشنز رهيبه، ودي غلطه مننا وغلطه من شركات التسويق. انت هتشوف ستة ستة شارب، انت هتبقى زي الطيار. بالعكس، العمليه بتخليك بتديك افضل عمليات التصحيح، بتديك افضل جوده رؤيه خاصه بعينك انت. ممكن انت واخوك تبقوا عاملين عمليه هو يكون شايف احسن منك. فاول حاجه اللعب على الاكسبكتيشنز، وممكن نكون عليناها او انت اتحمست بزياده اكتر مثلا من الحاله بتاعتك. يعني ممكن يكون عندك استجماتيزم عالي، عندك كسل، عندك مش عارف ايه. انت فاكر ان كل حاجه في حياتك هتتحل بمجرد ما تعمل عمليه، وده مش صح. تاني حاجه: ما كانش في وسيله كتيره الناس تعبر فيها. يعني لو فرضا كان حد بيشتكي، كان اللي بيعرف مين الدكتور بس، ما كانش بقى بيعمل فيديو او بيعمل جروب يخش فيه ويشترك فيه ب 10,000 واحد و5,000 واحد، فانت تشوف بعينك تقول ايه ده، ايه المجتمع؟ دي عملية قاتلة. ده المرض الذبابة ده تفتكر كده انه بيجي لكل الناس، دي حاجة خطيرة. فانت ماشي تدور كل شوية ايه ده، انا عندي ذبابة ولا ما عنديش. تالت حاجة، وهي ان الناس نفسها ما كانتش شاغلة بالها قوي كده. انا بيعمل عندي عملية عند بعض الناس الاقيه طالع تاني يوم عمال يبص على الاضواء وفيها هالات طالعة ولا لا، يبص على يقارن ما بين عينين الاتنين. و99% منهم لما بسألهم هو انت كنت بتقارن ما بين عينيك قبل العملية، يقول لي لا، ما كنتش بعمل كده. ففي بعض الاحيان بعض المعلومات لما بناخدها وبناخدها بطريقة غير صحيحة بتكون غلط مش صح. الحاجة التانية: هل حصل تقدم في أجهزة التصحيح وفي العمليات؟ ديفنتلي 100%. وفي أجهزة الفحوصات أكتر من العمليات. أجهزة الفحوصات بقت أكتر، بقى في عمليات أحسن دلوقتي، بقى في فرايتيز مختلفة، بقى في قياس لحجم الحلقة، بقى في عمليات ليزك تفصيلي. بقينا نقدر إن إحنا نعالج أنواع من مثلا التشوهات البصرية أو الاستجماتيزم اللي كانت ممكن ما تبقاش بتتعالج بطريقة صحيحة قبل كده، ودي كانت بتعمل مثلا مشاكل بعد العملية. وبقى في اجهزه فحص بتقدر ان هي تتنبأ لي بقوه العين بعد العمليه، وهل في خطوره ان انا اعمل العمليه ولا لا، هل القرنيه بتاعتي قويه ولا لا. وكلمتكم فيها كتير، مش محتاج ان انا اصدعكم بيها دلوقتي. الا ان التغير التاني اللي حصل ان بقى العمليات كانت في الاول غاليه جدا، فعليه القوم بس كانوا اللي بيعملوها، او يعني اللي تحتهم بشويه. دلوقتي لا، الموضوع بقى احسن مع انتشار الاجهزه ومع تخفيض السعر مقارنه بقبل كده. بقى في اتاحه وفي كميه كبيره قوي من الناس عامله عمليات. فعلى الرغم من نسبه حدوث مشاكل ما بعد العمليه او مضاعفات قلت احصاء، ولكن عشان عدد الناس كتر وبقى في منابر بيتكلموا فيها، مش مجرد بيشتكي للدكتور بتاعه، فبقى في ايحاء ان الموضوع ده بقى كبير وخطير. طيب يا دكتور، انت بتنصحني كده ان انا ما اقراش وان انا ابقى على عماية؟ بالعكس خالص. انت لما تبقى حد قاري كويس وفاهم، ده بالنسبة لي انا كطبيب ده بيكون كويس. انت كل ما تبقى فاهم كل ما يعني هتبقى مريح معايا في التعامل. بس انا عايزك تقرا من اماكن يعني موثوق فيها شوية. يعني بلاش جروبات مثلا تلاقي جروب فيه 10,000 واحد، جروب الذبابة الطائرة للعرب، يعني جروب تجمع سلبي. اخرج من التجمعات السلبية دي. كل التجمعات دي وبقى تلاقي في واحد فيهم سمسار حلال للأسف يعني. واحد متفق مع دكتور: انا هقف لك في جروب، كل مثلا اللي يقول انا عايز اعمل عمليه شبكيه للذبابه انا هقول لهم الدكتور ده بيعملها بالطريقه الفلانيه وكذا وكذا وكذا. انا عمري في حياتي قبل كده زمان ما سمعت مريض دخل يعمل عمليه شبكيه عشان ذبابه طائره. كل الناس اللي كنا بنقول لهم تجاهلوها كانوا بيتجاهلوها. وخلاص هو خد كلام الدكتور ثقه، ما سمعش واحد بيعيط، ما سمعش واحد بيصوت انا مش عارف حاسس بايه، انا مش حاسس بايه. انا مش بقلل من معاناه الناس، دول اكيد كانوا موجودين، ولكن
كانوا صابرين على اللي هم فيه، ما كانش فيه الضوضاء دي. تاني حاجة، عندك مصادر دلوقتي محايدة، بدل ما تدخل تقرا تعليق أو حاجة ممكن يكون اكستريم أو رير، يعني حاجة يعني نادرا إن هي تحصل، أو حاجة في طور التحسن اللي هي هتتحسن بعد كده، لأن في حاجات كتير يعني في الشكاوى الأولانية ممكن يتحسن، أو حاجة قابلة للعلاج، أو عملية اتعملت غلط مش من المؤكد إن هي هتحصل لك أنت بالذات. يعني مثلا لو عايزين دراسات اتعملت على آلاف الناس، حاجة دراسة اسمها براول 1 وبراول 2، دي بتقيس الساتسفاكشن، مدى رضاء الناس مثلا عن عمليات معينة. اقروا عنها، خش على الشات جي بي تي وقول له ايه البراول 1 و 2، او جورك، او اي حاجة من وسائل او اي جيميناي، اي حاجة اسأل واعرف بدون تهويل وبدون تهوين. تمام. واخرج من اي جروب في تجمع لناس مرضى، ده تجمع سلبي مفيش منه علاج. في الاول وفي الاخر قبل ما تعمل اي عمليه استغفر ربنا الاول قبل ما تعملها، ولو هي عمليه مش عمليه اساسيه وانت قلقان ما تعملهاش. خلي بالكم ان في معجزه كبيره عندنا اسمها النيورو ادابتيشن، المخ بعد فتره، ده اللي احنا بنقوله تجاهل الموضوع، في حاجات كتير عينك ومخك ذكي جدا يقدر ان هو يكنسل الازعاج بتاع الصوره لو انت ما اهتمتش بيها. لو انت ما اهتمتش بيها ممكن ان هو يكنسلها. ممكن برضه تكتبه في السيرش نيورو ادابتيشن او التكيف العصبي البصري. شكرا جزيلا لكم، كان معكم اخوكم دكتور محمد جوده. اطمن ان شاء الله دلوقتي، يعني لو عايزين احنا نعمل اي عمليه، عايزين نعمل اي اجراء، بقى في فحوصات كتير قوي تقدر ان هي تطمنا على عينينا. نقدر ان احنا نتجنب الاعراض الجانبيه، واغلب الاعراض الجانبيه مخي بيعالجها لوحده او عيني بيعالجها لوحده بفضل ربنا طبعا وبقدرته. و بس ده كل اللي انا كنت عايز اتناقش فيه معاكم. مع السلامه.